الفنانه الجميله نهى العمروسي، بنرحب بيكي النهارده. اهلا بحضرتك. منورانا في الاجواء الجميله دي. بتهتمي بالفاشن؟ طبعا بحب الفاشن جدا. تهيألي مهنه من المهن اللي انا كان ممكن اشتغلها لو ما كنتش في الكارير بتاع الميديا ده، انه كان ممكن ابقى فاشن ديزاينر. بتحبي اللبس قوي؟ ممكن تصممي حاجات لنفسك؟ بعمل كده ساعات. بتميلي اكتر لالوان ايه؟ بحب الفواتح عموما، يعني بحب الالوان الباستيل اللي هي البيستاشي الفاتح، الفستقي الفاتح والاصفر. بحب الحاجات، بحب التشيركواز، بحب الابيض. وبحب ساعات غوامق، يعني بني واسود وازرق على حسب بالظبط. هي على حسب بالظبط. هي فعلا كده. يعني ممكن تبقي في يوم عايزه تلبسي حاجه فاتحه، وفي يوم عايزه لا تلبسي غامق يعني. في ديزاين معين، ديزاينر او مصمم ازياء او مصممه ازياء بتحبي تتعاوني معاهم؟ لا مفيش حد معين. بس انا بحب ناس في واحد اسمه ميجلار ده القصات بتاعته انثويه قوي، حتى لو جسمك يعني مليان او مفشكل كده شويه، هي القصه بتاعته هتقسمك وهتخلي الوسط وسط والفوق يعني كله مشدود. عنده احساس بالانثى قوي. تيري ميجلار ده بحبه قوي، بحب الكوب بتاعته. فاشن بقى، نروح للفن والدور الهايل اللي قدمتيه في سجن النساء. انا شايفه اللي هو وقبلها كانت حكايه حياه. شايفه ان نهى العمروسي اتغيرت في اختيارات ادوارها، ده صحيح؟ كل مرحله يعني اكيد اتغيرت، لانه كل مرحله ليها اكيد في نضج شويه، يعني ان انا ليا بصيتي اتغيرت، ونوعيه الادوار ده انا اختفيت كمان قبلها شويه. طب ايه سر الاختفاء بقى؟ لا حاجات شخصيه بقى، يعني قصص بقى، جالي الغده الدرقيه وعينيا باظت واستخبيت من الكاميرات وبقيت يعني قصه كده. سلام عليكي. لا انا كويسه الحمد لله دلوقتي. يعني امومه بقى على حاجات شخصيه كده، لكن الحمد لله رجعت. لما حبيتي ترجعي بليفل معين بشكل معين؟ طبعا اكيد. سجن النساء كان طول الوقت في السجن، حاسه ان التصوير كان صعب، حاسه ان الدور كان صعب جدا؟ لا الدور ما كانش صعب قوي، هو كان بس شخصيه كان لازم يعني وانس ان انا حسيتها هتمشي وراها يعني. فهي شخصيه كده ليها تفاصيل انا حسيتها، ولقيت ان الاستاذه كامله ابو ذكري متفقه معايا وكانت بتواجهني كويس قوي ومتفقه معايا في شكل الشخصيه، والحمد لله ربنا وفقني. يعني ما كانتش بالصعوبه، كان كل الجو بيخليكي تبدعي. يعني الشغل مع كامله بجد، ومريم نعوم ونانسي عبد الفتاح مدير التصوير وشيرين فرغل، يعني كل الناس، كل التيم وورك والعدل جروب، يعني يفتح نفسك كده انك الورق وكل حاجه. فالحمد لله. فكره الام اللي بتضحي عشان ابنها برضو كانت مختلفه، تيمه كانت مختلفه عليك؟ كانت مختلفه. يعني دوري ما كانش كبير خالص على فكره خالص، بس الحمد لله هو مش بكبر الدور وصغره، قد ما انه ان الواحد يعمله بجد يبقى حقيقي، يعني تحسي الشخصيه وتطلع شخصيه حقيقيه، هو ده المهم. رمضان يا ترى هتفاجئينا بايه؟ يعني هو انا لغايه دلوقتي ما اتفقتش على حاجه. عندي في مسلسلين ما عجبونيش وما عجبنيش الادوار، يعني ما اتفقتش، مش هقول ايه طبعا. وفي مسلسل في بتفاوض وبقى يعني لا ان شاء الله احتمال كبير اعمله، بس لسه ما مضيتش، فمش قادره اقول مسلسل ايه. السينما فين من نهى العمروسي؟ ونهى منها فين؟ كباريه كباريه ده انا ضيفة شرف، ده مشهد مش دور يعني. هو اخر دور عملته كان هيستيريا، كان خلاص فات عليه كتير قوي. وبعد الفيلم ده هم كان وقت بقى الجيل اللي بعدنا، اللي هو جيل منى زكي وحنان ترك والشباب السقا وكده، والجيل بتاعنا بقى اتقفل عليه خالص، ما بقوش يجيبونا. شايفه انتوا جيل مظلوم؟ يعني ما بحبش استضعف، يعني هو الوقت كله كان ظلم. يعني مثلا وقتي انا وجيلي
كان ما بيدوش فرص لينا عشان البطولات بيعملها الكبار، ستات الكبار. فكانوا بيقولوا لنا لما تبقي ست كده كبيره تعدي ال 35 هتبتدي تاخدي الادوار. لما بقينا ستات عدينا ال 35 كان بقى ابتدوا يفتحوا فرصه للشباب. فهي الزمن، احنا جينا في زمن عامل كده. بس قصه الظلامنا والاستضعاف ده انا ما بحبوش، هو ده نصيبنا.